ووصل معانا الاكل اليمني. جبنا برضو حاجات كده متحمس لها. المكان اسمه الشوايه. المكان ده كان عمل لي يافطه على البحر وشالها. انا اعمل ايه دلوقتي؟ كنت ايه كل ما اعدي مع حد كده اقول له شايف يافطه صورتي على البحر. حسيت ان انا كنت ادوني الاحساس الشهره وبعدين خدوه مني فجاه. غيروا البانر وبيلقحوا على البركه تقريبا دلوقتي. عم كاتبين يقولوا البركه. من امتى بركه الاكل؟ ان انت تاكل اكل مقلي حاجه كده، لان هم بيلقحوا يعني هم اكل مشوي وهم بركه عشان هم فاتحين جنب البركه فاكل مقلي فعاملين حوار كده. المهم يعني ايه صورتي اتشالت، ده اهم حاجه. ده المهم في الموضوع. ما تزعلوش مني بقى من اللي هعمله النهارده. تقييم عنيف. فاحنا جبنا من المكان اليمني 4 حاجات. السيد قال لي اللحسه فوق، فده اللحسه، وده العقد الدجاج، وده المعصوب اليمني اللي بالموز ده، ومعالق وشوك. والله بدات اصالحكم شويه في الموضوع ده. في صوصات جايه مش عارف جايه مع ايه لسه. وده الحنيذ ثواني ايه ده؟ ده عيش ده تقريبا. بص انا هخلي الحنيذ اخر حاجه، هو ده بطل الحلقه بالنسبه لي. نفتح نشوف بقى الايه. ايه ده فطير يمني ولا ايه؟ يلا بينا. ده ايه دي حاجه تقريبا عشان اغمس بيها مش عارف اغمس بيها الايه، مش عارف جايه مع المعصوب ولا جايه مع عقده الدجاج ولا مع اللحسه ولا مع كله. بس هم ايه مع الاوردر كله جايبين 2. اللحسه ب 95. بسم الله. تشبه الحساء فعلا. دي حاجه دسمه جدا جدا. شايفين المنظر كميه الدسم اللي فيها، وفيها بقى تفاصيل كتيره وفيها خضره كل ده كده زيت. تعالوا نشوف كده التفاصيل نحاول نعرف. دي قوامها قريب مثلا من الطحينه والحاجات دي كده من كتر ما هي لا يعني حاجه تقيله جدا ما شاء الله. ريحتها كانها فراخ مضروبه مش عارف. يا نهار ابيض. طعمها حاجه ثواني، طعمها نسخه من حاجه انا باكلها كتير جدا وعارفها كتير جدا، بس عارفين مخك لما يبقى واقف مش عارف تحدد. مش عايز اكل كتير عشان هي دسمه جدا. طعم ايه ده؟ طعم حاجه بالظبط. انا متضايق متعصب ان انا مش عارف ومش عايز اكل كتير دسمه قوي، بس لذيذه قوي صراحه. والله طعم حاجه يعني مخي واقف دلوقتي صراحه. مش عارف حاجه عارفين لما حاجه انتوا عارفينها كويس جدا وبتاع بس مخك واقف. انا حاسس الاحساس ده دلوقتي، بس هي لذيذه قوي صراحه قوي يعني. احلى لحسه. ندخل على نفر عقد الدجاج ب 195 جنيه. دي عباره عن ايه اصلا؟ ده عقد الدجاج من اهم واشهر الاطباق اليمنيه التقليديه. بتقدم في المناسبات الكبيره. بتتسمى بهذا الاسم لان الدجاج ياخد شكل العقد حيث يتم الافراد بعمليه نضجه، يعني تقريبا من كتر ما استوى فبياخد شكل عقد يعني. من ده اللي انا فهمته يعني. فتعالوا نشوف. بسم الله. اوكي. ده فراخ مهريه فعلا يعني. فراخ اتهرت ومحمره كده شويه، ومن كتر ما استوت يعني اتهرت كده تقريبا هو ده اللي بيقولوه يعني. وعليها تقريبا طماطم وفي تحت فلفل. والله شكلها لطيف. خلينا نجربها بقى ده فطير انا هسميه الفطير اليمني مش عارف حاسس كده. يعني يمشي جدا. ناخد بقى لقمه عقد الدجاج الفطير اليمني. اتفضلوا معايا يا جماعه. بسم الله. توابل فوق توابل عاليه قوي. هي قريبه مثلا للشاورما اللي معموله على الجريل مش السيخ مثلا حاجه كده. والفراخ دايبه. ممكن خلينا قبل ما ندخل على الحلو طبعا هندخل بقى على الحنيذ. نفر لحم حنيذ ب 485 جنيه. بيجي كده في الطبق ده، واللحمه ملفوفه كده في فويل تتسوى بقى جوه الفويل. بتتكفن كويس قوي كده بحيث ان هي تدوب يعني. اللحم متبل داخل القصدير يتم تسويته ببطء على نار هادئه في التنور الحراري. يلا بينا. بسم الله. اوكي ماشي يا جماعه. ده كده الرز اللي جاي، رز اصفر بسمتي. الحنيذ هنا جوه الفويل ده. نفتحه مع بعض كده نشوفه. بسم الله. يلا بينا. لحمه المفروض مهريه خالص ان هي مستويه ببطء. شايفين شكلها عامله ازاي ومتبله عليها توابل كتير وبتدوب كده. لحم الحنيذ في محمره ازاي من جوه. ومعاها بقى هنا ومعاها بطاطس شكلها تطلع جامده ان شاء الله. ومعانا كمان تقريبا طحينه ودقوس. الدقوس بالنسبه لي من الحاجات المهمه جدا. نفتح بقى الطحينه بالنسبه لي. ريحه الخل عليها والطماطم. نجرب الاول الرز. نجربه الاول لوحده. بسم الله. حلو قوي ودسم بس هو مظبوط. نجرب الرز بالدقوس. نجرب بقى حته من الحنيذ. عيني يا عيني يا عيني. يلا بسم الله. خطيره بجد. رايق. حلو قوي. في جوه بطاطسايه كمان دايبه من عشان هي ملفوفه برده بالفويل فكلها برده. نجربها. رايق قوي طبق الحنيذ ده. ندخل بقى اخر حاجه في الحلقه خالص والحلو، وهو معصوب يمني. ده عباره عن خبز الصاج. يبقى ده خبز الصاج. مش جاي مع لا ده خبز الصاج ده انا فهمت كده. ده جوه الطبق. خبز الصاج الطاوه اليمني المهروس مع الموز مع طبقه واحده من القشطه والعسل وحبه البركه. يعني عيش مهروس وعليه موز وطبقه قشطه وعسل وحبه البركه. ده معصوب يمني ب 95 جنيه. طب ده يتاكل؟ انا مش عارف ده يتاكل بالعيش ولا يتاكل بالمعلقه. مش عارف صراحه. ومش عارف كده بقى العيش ده كان جاي مع ايه. مش عايز اكل حاجه غلط صراحه. الناس بتتضايق قوي في الكومنتات اللي هو تاكلها غلط. انا عمري ما انسى لما جربت الاكل الاردني اول مره وقعدت اقول لبن الجماد. لبن الجماد. قعدوا يقولوا لي كمان ما اسموش كده. نجيب بقى يا جماعه العسل بتاعنا ننزل كده على المعصوب.
هو إيه اخبار السعرات الحراريه في الحاجات دي؟ حاسس الاكل اليمني مش مركزين مع السعرات الحراريه. حط يا باشا ما يهمكش. هناخد بقى ايه كل الطبقات. كان شايف على الوش كده مكسرات وحبه البركه والعسل طبعا اللي انا حطيته والقشطه تحت بقى. هي تعالى نوريكم برده بالمره تحت نشوف فيه ايه. يلا بينا. ده هريسه تحت. حاجات مهروسه جدا. موز بقى على العيش على الحاجات دي كلها تقيله تقل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض ايه ده؟ بسم الله. يا نهار ابيض. ده حط كل حاجه ضربوها في الخلاط بس طعم رهيب. دسامه اعلى حاجه، كريميه اعلى حاجه، سكر اعلى حاجه، لذاذه اعلى حاجه. حلو قوي المعصوب صراحه. هو مهروس كده اكيد الاطفال بيحبوه جدا يعني متاكد. حلو قوي المعصوب عجبني قوي. وعجبني من الاكل اليمني اللحم الحنيز والمعصوب اكتر حاجه. بس كده تجربه حلوه انبسطت. جربت حاجات جديده مخي اتفاجئ صراحه. بس انا الاوفر اول يعني المحصله ان انا مبسوط يعني. اتمنى تكونوا انتوا انبسطتوا. لو عايز تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ولو بتتفرج على فيسبوك تعمل لايك وتشترك في الانستجرام من اللينكس تحت الفيديو.